السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ معلش سامحوني، انا اسفة، انا دي لفترة مش بنزل اي فيديوهات لان انا واخدة دور صعب جدا. انا خدت الدور ده في بداية رمضان ونص رمضان، فيعني هقول ايه الحمد لله. ودي نزلت لكم بالفيديو الجميل ده. هنعمل كفتة الفراخ بطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا، والكمية اللي انتوا شايفينها دي الله اكبر عليها. من ربع فرخة هنعمل اكبر كمية كفتة فراخ. وهقول لكم على ايه بديل اللحمة المفرومة للحمة او الفراخ، وازاي تزودي الكمية كده وتعملي احلى كفتة. فانا دايما اقول لكم ايه اهم من الشغل؟ تنظيم الشغل. ما تنسوش تشيروا لي الفيديو والاشتراك على قناة هلا فتحي وعلى صفحة هلا فتحي. اللهم صل وبارك وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه بديل اللحمة المفرومة للفراخ او اللحمة؟ فول الصويا يا ستي. ده فول الصويا الخشن، تجيبيه من عند العطار كوباية الا ربع كده، وهنزل عليها بشوية مية دافيين. هيتبل معاكي وهيبقى نسيرة عامل زي لحمة الفراخ أو اللحمة العادية. بعد كده بنصفيه كويس جدا جدا من المية. هو بيتبل بسرعة وبيزيد حجمه بسرعة. صفيه كويس كده في مصفى، وبعد كده هنبهره مع بعضينا. هننزل بالملح، بالبابريكا، بالفلفل الأسود، بالكزبرة، بحبة شطة، بحبة سكر، بمرقة أو توابل لحمة أو مرقة فراخ، ده براحتك انت. وقلبي الكلام ده كله ببعضيه. احنا كده بهرناه. على فكره بديل اللحمه المفرومه ده بيتباع في السوق، بس انا عن نفسي هلا ما عجبنيش، فانا بعمله في البيت وارخص بكتير. وده ربع الفرخه وبصلتين وكم فص ثوم. دي كل طلباتنا، مفيش حاجه غير كده. هنعمل ايه؟ هقطعهم كده. بعد ما قطعتهم تعال نجيب الكبه ونشتغل مع بعضينا. نزلت بالبصل الاول والثوم وهدهم فرمه الاول، ولا الصفي بصل من الميه ولا اي حاجه. اشتغل على طول. انزلي باللحمه، انزلي بلحمة الفراخ، وانزلي ببديل اللي هو اللحمة المفرومة اللي احنا عملناه وتبلناه، وقطع السمنة بلدي، وقلبي الكلام ده كله ببعضيه. وبعد كده افرميه في الكب. ممكن ما عندكيش سمنة بلدي، اي نوع سمنة بتحبيه او زيت اي حاجة، انزلي بمعلقتين زيت. واديني فرمتناه. الله اكبر. ادي يا ستي الخلطه بتاعتك متماسكه، اللحمه ولا مسيله ميه ولا اي حاجه. عشان ما تقولوش ده هلا ما صفتش ايه البصل. انا مش بصفيه ولا حاجه. انا دي لفتره طويله بعمل نفس الطريقه وما بغيرهاش. ودي يا ستي الكميه بسم الله ما شاء الله. ربع فرخة، ربع صدر، عملنا الكمية الحلوة دي. ونزلت كده بحبة ورق كزبرة وقلبته في اللحمة. يلا بقى ايه، جبت معلقه كده ليا اللي انا مسيحاها معاكم على القناه، وقلحت الجوانت عشان اصبع ايه اللحمه. الجوانت بايه؟ بيلبخن شويه. وبالمعلقه خدي العجينه بتاعتك كده عشان ايه؟ الصوابع تبقى كلها ايه؟ مقاس واحد. وابتدي ايه؟ بيتعمل حته كده، انزل ايدي كده في اللية واعمل الصوابع الجميله دي، وبسمخها بايدي زي بره كده. وخدي بالمعلقه عشان تبقى المقاسات كلها زي بعض يعني. ممكن مكان يا ست اللي هي ممكن بسمنه ممكن بزيت، اي حاجه عندك اشتغلي. وديكم شايفين كميه اللحمه الله اكبر عليها. عشان ايه؟ زودناها ببديل ايه؟ بديل اللحمه المفرومه. وعلى فكره ما بيغيرش طعم اللحمه نهائيا ولا بيبان خالص. انا عن نفسي عملتها، ولادي ما كانوش عارفين ان انا حاطه ايه بديل اللحمه دي او بديل اللحمه المفرومه. هم مسمينها كده في السوق، بس هاتيها في البيت رخيصه. وخليها عندك في البيت. هاتوا نص كيلو كده، وكل مدى ايه اعملوا منه والله اكبر عليه. وعلى فكره صحي جدا. ولما تروح للعطار تقولي له عايزه فول صويا بتاع الاكل، لان في نوع يعني لا مؤاخذه بيستخدموه للطيور وللبهايم، وفي نوع بتاع الغذاء بتاعنا احنا اللي بنستخدمه في الاكل. وادي يا ست صبحت شويه على العيدان الخشب وصبحت شويه على ايدي، ده براحتك انت. العيدان الخشب دي على فكره بعد ما بصبع عليها وبعمل عليها برجع اغسلها تاني وبستخدمها زي المعلقه الخشب يا جماعه. ما ترموهاش، اغسلوها ونشفوها واستخدموها كذا مره لغايه ما تتكسر منكم. ورخيصه على فكره. عندي بتوع الادوات المنزليه متهيألي بتتباع ب 15 جنيه. انا قاعده عندي اديلها سنه بستخدمها. واديني صبحت اللحمه بتاعتي وسمختها على العيدان وماسكه في العيدان وزي الفل. ولسه في كميه تاني. شايفين الكميه قد ايه؟ الله اكبر عليها. ولسه هعمل تاني بسم الله ما شاء الله. مين يقول يا جماعه ان دي ربع فرخه؟ فالمهم ايه، تعالوا ناخد بقيه اللي نزلت بها في الطاسه كده. ولا بقول ممكن تستخدمي سمنه او زيت، مش لازم ليا. واول ما يسخنوا معانا كده هبتدي انزل بالكفته الجميله بتاعتي. وانا بصراحه بفكركم تاني ان في ناس كتيره قالت لي يا هاله اعملي لنا وصفات اقتصاديه. دي من الوصفات الاقتصاديه على فكره. ربع فرخه يا جماعه عملتيه بفطار مع شويه بطاطس جنبيهم، شويه سلطه طحينه، شويه سلطه بلدي، واديك عملتي احلى فطار بربع فرخه. وخصوصا ايه معلش في الغلا ده ربنا يعيننا جميعا. والكفته الله اكبر عليها مش هتخسي نهائيا.
ولا لحمة الفراخ هتغير نهائيا. انت مش يعني اللي مش عارف ان انت حاطه بديل اللحمه المفرومه مش هيعرف ان انت ايه من طعم الفراخ، طبيعيه جدا جدا، ومش هتخسي معاكي ولا حاطه بيكنج باودر ولا اي حاجه. وعلى النار كده قلبتها، بسم الله ما شاء الله، ما اقولكمش على الريحه والجمال. شايفين شكل صوابع الكفته؟ لاحظوا معايا ان هي ما خستش، ما نزلتش ميه. ما تنزلش ميه معاكي ليه يا هاله؟ عشان انت بتنزلي بالكفته والطاسه بتاعتك سخنه، ما ينفعش تنزلي بيها والطاسه بارده. ما بتاخدش وقت خالص. شايفين الجمال؟ الله اكبر. مين يقول الحفله اللي احنا عملناها دي بربع فرخه يا جماعه؟ وكانت الكفته جميله جدا جدا، وريحتها الله اكبر عليها. وانا بشهاده ولادي وجوزي عجبتهم جدا جدا، وانا اللي كنت عارفه السر ما قلتش عليه. شايفين الجمال؟ ادي يا ستي بنقلبها يمين وشمال كده لما تاخد لون ايه، لون الشوي زي ما انتوا شايفين. ممكن تعملي قطعة فحم كده، انا عملتها معاكم كذا مرة، بس انا بصراحة وقت المغرب بابا مزنوقة جدا، ما عنديش وقت بقى ان انا اكمل معاكم اكتر من كده، وخصوصا بابا جاية من الشغل على المطبخ عدل بقى. شايفين الجمال؟ احلى كفتة يا جماعة. يلا نفتح واحد، كانت سخنة جدا. شايفين الكفتة؟ الله اكبر عليها، وبالهنا والشفا، ومنتظر رأيكم في التعليقات.